في طرابلس أفقر مدينة على البحر المتوسط تحولت تسعيرة المولدات إلى لعبة مقامرة. أصحاب المولدات يتقاسمون المشتركين كالغلة. أي مواطن يرغب بإلغاء اشتراك سابق والاشتراك مع صاحب مولد جديد ممنوع، ويقع ضحية السلبطة. وآخرها ما حصل قبل أيام في إشكال بين عمال اشتراكات حسون واشتراكات حيدر، وقع ضحيته قتيل وجريح. وها هو شاهد يشهد من أهل البيت. كل مين فاتح لي حطوا بوطة زعران مني وجر، أنا معي بوطة، كل مين معه بوطة تبع الاشتراكات بدهم بوطة زعران. ليش عندك بوطة أنت؟ بتيجي على هالشارع بدك تمدي، بيقول لك رجع لورا بعمل دم. وإن لم يقع المواطن ضحية السلبطة هو حتما ضحية الابتزاز، لا عدادات ولا تفنيد لتفاصيل الفواتير الصادرة. وإذا صدرت مفصلة فلا يخجل بعض أصحاب المولدات بتسعير الكيلووات الواحد $1.50، في حين أن تسعيرة وزارة الطاقة هي 27,600 ليرة لبنانية، أي ما يقارب 40 سنتا، بمعدل سعر صرف 70,000 ليرة لبنانية في السوق الموازية. قديش لازم يتم احتساب الكيلووات؟ إذا عندهم كلهم عدادات ما عنده زبون مقطوعية 55 60 ماكسيموم. لارا الهيشة من LBC، قد ايه انت عم تحسب الكيلووات؟ هو دولار. تسعيرة وزارة الطاقة أقل بكتير. وكصيانة وكشغيلة وكأعطال وككذا بيقدروا يدوروا تحت هيك. علما أن التكاليف التشغيلية ملحوظة في جدول أسعار وزارة الطاقة. هنا إذن تغيب المحاسبة. ما في عدادات اصلا بطرابلس. طب قول له مولدات قرطة زعران عندهم 5 6 10 اللي هن معه شو اكل شرب نايم قطعته سلاحه بأرضه، احكي معه اخر همي قطش الشريط بيجي عليك صار. بتعرف قد ايه عم بيحسب لك الكيلوات؟ على الله. البلدية غائبة. وزارة الاقتصاد تقول إن المراقبة تفوق قدرة أجهزتها. محافظ الشمال رمزي نهرة يقول إنه سلطة وصاية لا أكثر، علما أن محافظ بيروت سبقه وتقدم بشكوى ضد أصحاب المولدات أمام المدعي العام المالي. أما طرابلس فضحية التفلت على مرأى من الجميع، حيث الكل يتنصل من مسؤوليته، فيما المواطن الطرابلسي يعاني العوز والجوع.